في هذا الحدث العالمي والدور العربي حتى الآن بالنسبة للمنتخبات المشاركة في هذه الكأس العالمية. السعودية بالأمس رفعت راسنا وتونس شرفتنا، واليوم الحضور مع أسود الأطلس المنتخب المغربي في مشوار المجموعة السادسة هنا يدشن المجموعة بمواجهة من نار، مواجهة مرتقبة مثيرة أمام المنفى. رجعت مغربية في أحلى كرة لحكيمي، حكيمي سدد الإنذار الثاني بقدم حكيمي بعد أبناء. خاطئة ديال التمريرة، خاطئة ديال التمريرة، مرت سلامات. أول غلطة والغلطة بأكيد عقوبة، والعقوبة جات من بيريتشيتش. الحمد لله مرت سالمة. لازالت كرواتيا صوت وبونو. يا بونو فرحنا يا بونو بهذا التصدي. جدار المغربي طلع كرة خطيرة. أول تسديدة من مودريتش، أنا قلت لكم أنا مودريتش قوته في التسديد. هذه سلامات العرضية بونو خطيرة مرابطة. كمية صعبة هذه الهجمة، لكن عدنا ولدنا ولا زالت مغربية. يحيى عطية الله يرفع الكروس الأول من يحيى عطية الله، ولكن هنا أقرب إليه حارس المرمى. هكذا تتعالى أصوات الجماهير المغربية. حكيمي وزياش، حكيمي سدد. صاروخ أطلقه حكيمي. كل مكان عبر قنوات بي سبورتس في هذا الموعد الجديد مع مباريات كأس العالم في قطر 2022، والذي يجمع المجموعة السادسة بين المنتخبين البلجيكي والمغربي. المغرب الذي حقق التعادل في المباراة الأولى أمام الكروات بنتيجة 0-0 يعطينا الأمل في هذه المواجهة بالمناسبة أمام الشياطين الحمر الذين فازوا على المنتخب الكندي نتيجة 1-0. إذا ضربة البداية خاطئة، وصلت الكرة في الجهة اليمنى. ماذا تفعل يا حكيمي؟ ماذا تفعل يا حكيمي؟ لحسن الحظ منير المحمدي التسديدة في عملية الاختراق، وصلت من جديد فيها إمكانية تسديدة. التسديدة الأولى يا زياش، الومضة الأولى يا زياش، اليسرى الأولى يا زياش، ولكن أعلت مرمى. ونتيبو كون إلى هجمة انطلاقة من الجهة اليمنى. الهربة الآن، الهربة والانزلال. يا حكيمي كنت أنتظر بأنك ستمرر يا حكيمي. هنا الاستلام في دار المدافع، هنا الاستلام سدد حتى واحد حذاري من المرور، وازار أزار سدد. برافو المحمدي في أول اختبار مع بداية شلحة تمريرة. بوفان في الاستلام، بوفان في الدخول، بوفان وجول. على التسديدة الماضية، المهارة، الإبداع، المرور، كل شيء كان جميلا، كل شيء. تورغان أزار يبحث عن المرور مع إيدين، يبحث عن المرور. يا المحمدي صوب ضربة حرة جانبية، 6 لاعبين مغاربة. لازال يحط على كرة ممتازة. يلا جول.
الصديقة، أعتقد بالنيران الصديقة ياسين يظن نايف أكرد. معلش لازلنا متفوقين، معلش كنا نتمنى تلعب الركنية خطيرة وصعبة. السلام على كرة، السلام على كرة. القلب خرج من مكانه، يا بونو، القلب خرج من مكانه يا بونو. وفي هذه اللحظات انتهت المباراة هنا في أجواء خيالية، في أجواء أسطورية، يكتب التاريخ على الوصول. إذن الصابري أول من سينفذ ركلات الترجيح والركلة الأولى للمنتخب المغربي. الصابري أمام أوناي سيمون. مشاهدينا الكرام، إذن الصابري يتلقى الإشارة، الصابري يسجل، الصابري يعطي الأفضلية الآن. كورتك يا ياسين، إن شاء الله كورتك يا ياسين، بابلو ياسين. ضاعت الأولى للمنتخب الأسباني، سميمة يتلقى الإشارة، زياش يتقدم، زياش يسجل جول زياش. 2-0 الآن للمنتخب. كبير يا بونو، كورتك يا بونو. كورتك يا بونو. بانون الآن، بانون يتقدم، بانون غير معقول يا بانون. في كرة كان ممكن تجي هدف. أليكس بونو، بوسكيتس يتقدم، وبونو يا الصافرة تاتي. أشرف حكيمي، يسعد أشرف، جول. الله يا وسود. مشاهدينا الكرام، متابعين قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي، هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي. المغرب التي فتحت آمال فيها محاولة لمنتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء. ياسين في التوقيت المناسب يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء. مغرب العز بين الأمم، الصيري ينصر دينك يا يوسف، أول الأهداف، أحلى الأهداف. محاولة تعود في الجانب المقابل، اصطدمت في العارضة. الحذر دائما الدقائق التي تلي الهدف. قائمة، يا الله. القرب من منطقة الجزاء، ملعوبة داخل المنطقة، رأسية، جول. يا الله، مرت الكرة والمحاولة الماضية خطيرة جدا، لكن حارس المرمى يشير بالاستمرارية. تعود المحاولة من جديد، تسديد، كرة برونو مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة وهذه المحاولة مستمرة وقائمة، خطيرة، تسديدة، بطل يا ياسين، أسد يا ياسين، يا وليد. كرة تعود في الجانب المقابل، ياسين يا بطل.
الملايين. الله عليك، الله عليك. البرتغالي الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية إلى خارج أرضية الملعب.